الحلويات دي عملناها بكوبايتين دقيق وحبة مية بس يا فاتن بس. وعملت منها 40 واحدة. بصوا بقى جمالها وحلاوتها، ومش هتاخد منك وقت خالص، في ربع ساعة هتعملي اكتر من 40 حبة من دولت. لو عايزة تعرفي الطريقة كملي معايا الفيديو، ما تنسينيش في اللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم احنا متابعين في الدنيا. سامحوني بقى معلش دور برد كده. النهارده هنعمل طبعا حاجه ما تستغناش عنها في رمضان، هنعمل السمبوسك. مش هنعملها السمبوسك اللي احنا اتربينا عليها كلنا، اللي هي ايه، بالدقيق، اللي هي بالعجين. هنشوف مع بعض. هنا دي كوبايتين دقيق بسم الله منخولين، هحط عليهم ذره ملح بس، هحط عليها معلقه نشا، هحط عليها سنه بيكربوناتو مش كتير، يعني ربع معلقه صغيره. ماشي، هقلب ده كله. ده 3 معالق زيت اهو، و3 معالق سمنه بس كده. بس كده. دي العجينه بتاعتنا النهارده. هنجيب بقى الميه. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا ايه، يعني العجن خفيف، ما هنعجنه على ايدينا سهل كده باذن الله اهو. زي ما احنا شايفين هننزل الميه حبه حبه. بسم الله الرحمن الرحيم. السمبوسك دي طبعا كلنا اتربينا عليها، انا مش عامله كتير، هو كوبايتين دقيق. عايزه تكتري يبقى ضعف الكميه اللي انت عايزاه، وتضعفي كل حاجه. يعني هتضعفي الزيت، هنحط الميه حبه حبه، هتضعفي الزيت، هتضعفي السمنه، بدل ما رشه يعني البيكنج باودر هتكتريه سكه. العجينه دي مش بتبقى طريه، يعني بتبقى ناشفه سيكه. يعني ايه، هنشوف كده يعني ايه، يعني ناشفه مش طريه قوي ولا بتلزق في الايد، تبقى قاسيه سنه زي ما احنا شفنا كده اهي. بصوا مفيش اسهل منها. طبعا دي انت تقدري تحضريها كل يوم، سهله اهي، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش خمير هنسيبها تخمر. احنا كل اللي هنعملها هنسيبها تريح حوالي ربع ساعه اهي. هنقعد بقى نعجن فيها لحد ما ايه. بصوا هي عجينه ناشفه بس طبعا لسه عايزه تتخدم تاني. اقعدي كده بقى ايه، وانت بتدعكي كده فيها اذكري الله، لا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله. هتاخدي ثواب، وايه العجينه هتبقى معاكي زي الفل وفيها بركه اهو. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اهي. بصوا ما بتلزقش، ناشفه سيكه. تاخد كده 10 دقايق. اقعدي تعجني وتروحي وتيجي اهي كده اهو. هنسيبها بقى تريح. هنجيب الاسترتش بتاعنا، هنحطها في بوله اصغر اهي، وهنغطيها بقى ونسيبها تريح من ايه. الاكياس دي حلوه قوي تنفع اهي. هنسيبها تريح حوالي 10 دقايق. طبعا الحشوات اللي عندك انا هحشيها، كان عندي حبه لحمه مفرومه متعصجه، طبعا عصجنا مع بعض اللحمه كتير، وهحشيها جبن. وتنفع تتحشي حاجه حلوه، هحشيها برضو شوكولاته مع بعض، ونشوف هنحشيها ازاي وهنعملها ازاي. بس نسيبها تستريح 10 دقايق ربع ساعه ونشوف هنعمل ايه. هيسيبنا العجينه تستريح ربع ساعه. بصوا بقى، بصوا جميله، ما رشيتش تحتيها دقيق ولا اي حاجه. بصوا وسهله جدا 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 اهي، مش محتاجه تعب ولا اي حاجه، تتفرد معانا في منتهى السهوله اهي. بصوا بقى، حاولي ترفعي فيها، يعني بصوا ولا دقيق ولا اي حاجه ولا رزقت في على الرخام ولا اي حاجه خالص. حاولي بقى ايه تفرديها كويس، عشان احنا هنعملها طبقتين عشان ما تبقاش سميكه معاكي قوي. افردي على قد ما تقدري، بس طبعا ايه مش تفرديها قوي. بصي هنا انا عندي القطاعه اهي، اي قطاعه بقى، اي كوبايه، الحجم اللي انت عايزاه. دي بصمه الكحكه اهي، انا استخدمتها كقطاعه. عندي اي كوبايه كمان جبتها وقطعت بيها. المقاس اللي انت عايزاه اعمليه، عايزه صغير عايزه كبير. قطعت بكل يعني ايه، اي حاجه عندك تحبي تقطعي بيها قطعيها، مفيش قطاعه مش هنقف. غطا براد، غطا، اي غطا عندك اعمليه استخدميه، مش هتقفي عليه. وبالحجم اللي انت عايزاه، عايزاه كبير عايزاه صغير، بس انا شايفه الحجم ده حلو قوي.
هنقطعها اهو. بصوا منتهى السلاسه والعجينه تحفه. المكونات دي تحفه جدا 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 ومظبوطه جدا جدا جدا، واعمليها على ضمانتي وهتعجب ولادك جدا اهو. بصوا هنشيلها بمنتهى السهوله اهي، ولا لزقت مني على الرخامه ولا اي حاجه ولا رشه دقيق ولا حاجه. العجين ده هترميه؟ لا، هنجمعه مع بعض ونسيبه يرتاح 10 دقايق ونفرده تاني. بس كده بس كده. والحشوات بقى اللي عندك انا هحشيها، ممكن نحشيها كمان اي حاجه، حلويات كمان ممكن تحشيها شوكولاته، احنا حاطين نسبه ملح قليله في العجين. ادي عندي لحمه اهي مفرومه اهي، حشيتها اهو. بصوا هتقفليها كده كويس قوي 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 اهو، وتيجي ايه من الحرف تبرميها بس. مفيش اسهل من دي وصفه يا ربي جميله، وسفرتنا ما بتخلاش من السمبوسك دي. وطبعا اتربينا كلنا على السمبوسك دي، ما كانش اللي هي السمبوسك التانية طلعت بقى واحنا صغيرين. كان لازم على سفرة رمضان السمبوسك دي تتعمل يوميا بجد والله. طعمها حلو قوي، بتفرق طبعا عن السمبوسك الجاهزة اللي احنا بنجيبها من بره. وان شاء الله هنعمل السمبوسك برضو التانية بإذن الله مرة تانية بإذن الله. ما هننوع بقى في الأكل، مرة كده ومرة كده اهي. هنجيب بقى ايه احشيها بقى عندك. انا كان عندي لحمه مفرومه، عندي جبن هنا كان كيري تحفه معاها قوي، جبتها وقسمتها على الاربعه، وكل واحده بحط فيها ربع. انت طبعا ما انت عايزه ممكن تقسميها اقل من كده، ممكن اكبر من كده، تبع القطعه اللي قدامك. ممكن تجيبي ميكس جبن بقى، موتزاريلا على شيدر على كل الجبن اللي عندك. ممكن تحشيها جبنه بيضه، جبنه براميلي، جبنه اسطنبول اللي بتبقى تحفه، وتحطي معاها زيتون وتحطي معاها حبه شبت وكزبره، بتبقى تحفه تحفه بجد. حشوات بقى دي بايديكي بالحاجه اللي عندك اللي انت حابه تحشيها. بصوا بقى حلويات حلويات بشكل تحفه بجد. وفي بقى انا عملتهم كمان بتاعه اللي هي السمبوسك، القطعات بتاعه السمبوسك حطيتها وضغطتها عليها وبقت التحفه دي. بصوا جميله جمال. على فكره يا جماعه كيري معانا مش في المقاطعه. ورجعت لكم بعد ما عملت السمبوسه، بصي جمالها وحلاوتها، سامعين القرمشه؟ بصوا تحفه بجد تحفه، وطعمها ما اقولكوش. بكوبايتين دقيق وحبه خميره، لا مفيش خميره، بكوبايتين دقيق وحبه ميه عملنا الحلويات دي. وفي كتير بس ده اللي لحقته بعد الفطور. ما استاهلش اللايك؟ يلا انزلي حطي لي لايك وكلمه حلوه. اشوفكم في فيديو جديد، كل سنه وانتم طيبين.